ادم انت كنت بتتكلم على انه في ولاد ما بيحسوش ان في اي نوع من التفاهم بينهم وبين الاهل، ممكن يبقى التفاهم صفر. امتى ده يحصل؟ ده يحصل مع الوقت، يعني هي بتبدأ اللي هو الأهل مش بيوافقوا على حاجات، مش بيسمعوا أولادهم وكده، فأولادهم بيبدأوا يحسوا بخوف. فلما يجوا يعملوا حاجة أنا هخبي على أهلي، أنا مش هقول لأهلي كذا عشان أهلي لو عرفوا هيعملوا لي كذا وكذا، ومش بيسمعوهم وكده. فده بيخلي فيه كره ما بين الأهل وما بين كره توصل لدرجة كره. في ناس أعرفهم ممكن توصل بيهم لدرجة كره، اللي هو يقول لك أنا خلاص بابايا مش بيحبني، مامتي مش بتحبني، فأنا هعمل كده عشان إيه؟ أذيهم أو أخليهم يعني حاسين إن أنا وحش أو كده. بس هم بيعملوا كده وهم جواهم برضو ان هم عارفين ان هو اهلهم بيحبوهم يعني، بس هم بيعملوا كده لاجل اللي هم شايفينه من الصوره اللي قدامهم. بالظبط، اللي هم بيكونوا عايزين يثبتوا لهم اللي انا هقدر اعمل كده، بس انا مش عايز اعمل كده.